بجد حرفيا السمنة البلدي فرقت معاها جدا في ريحة وطعم وجمال. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تدعموني بلايك وشير كومنت حلو زيكم وتقولوا لي رأيكم ايه. شايفين الجمال؟ شكرا ليكم. يا صباح الفل والخير والبركة على أحلى متابعين في الدنيا على حسب ما بتشوف الفيديو. تعال نعمل مع بعض طريقة عمل البسبوسة الجميلة دي. أنا بحب أستخدم حلو الشام، بتطلع جميلة جدا، وكمان محطوط فيها الجوز الهندي بتاعها والفانيليا. أنا فضيتها كده في بولة زي ما انتوا شايفين، وهستخدم اقل من نص كوبايه كده سمنه بلدي، هتخليها حرفيا في حته تانية. ريحتها وطعمها هيكونوا مميزين، وهتبقى ريحتها جميله جدا جدا جدا. ماشي. هستخدم 2 علبه زبادي حجم صغير على قد ايه الكيس بتاعي. هستخدم له 2 زبادي. والصينيه بتاعتي مقاس 26، انا بطنتها كده بالسمنه البلدي وبالدقيق. اهم حاجه دي خطوه مهمه جدا عشان ما تلزقش معايا وتبقى حمرة كده من تحت وتبقى جميله جدا. اول حاجه كده هنزل بالسمنه بتاعتي على السميد بالشكل ده كده. وليه سميها بسبوسه بقى؟ عشان نفضل نبس فيها كده بالسمنه البلدي لحد ايه ما تعمل معايا شكل الرمل كده المبلول. وهحط كده معايا على النار كوباية مية عليها كوباية ونص سكر، وهسيبها تغلي. وهنا بقى القوام بتاعها زي الرمل المبلول بالشكل ده كده. اهم حاجة ودي خطوة مهمة، هتأكد ان الحبيبات كلها شربت من السمنة البلدي. مش قادرة اقول لكم بجد ريحتها عاملة ازاي، السمنة البلدي مع الفانيليا كده بجد حرفيا جميلة جدا. زي ما انتوا شايفين كده بقت زي الرمل المبلول. هنزل عليها بكوبايتين الزبادي كده. حطيت كوبايتين الزبادي بتوعي، هقلبهم كويس جدا. هنا انا استخدمت ايدي كده، المعلقه اتكسرت. هنا كده انا استخدمت ايدي عشان اعرف القوام بتاعها ايه. زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هنزل بيها كده ايه، هجيب الصينيه وهنزل بالخليط بتاعي الجميل ده على الصينيه. شايفين مش ملزقه ازاي وجميله؟ هفردها كده في الصينيه، وفردتها كده في الصينيه وبقت بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين، وسويتها كده من على الوش. انا بقى بحب ايه استخدم لها فول سوداني متحمص، يعني نص تحميصه كده، عشان هو هيستوي معايا تاني في الفرن وهيتحمص من على الوش. هحط لها كده فول سوداني، بحبها بالفول السوداني كده. ممكن تحطوا حاجات تانية بس انا هحط لها فول سوداني. وحطيت الفول السوداني كده زي ما انتوا شايفين، طبعا الشكل اللي انتوا تحبوه. حطيته كده وضغطت عليها نص ضغطه كده عشان تثبت معايا كده في الصينيه وتبقى جميله. هدخلها على درجه حراره هاديه عشان تتحمص معايا كده وتاخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت. بس اظبط البوتاجاز بتاعي، هظبط البوتاجاز درجه الحراره بتاعته متوسطه عشان ياخد اللون الذهبي من فوق ومن تحت، ونشوف ايه اللي هيحصل. كده حطيت الفول زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تقدروا تستخدموا مكسرات تانية. حطيت الفول كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. فرن على درجة حرارة 200 الفرن. وده شكلها بقى ايه بعد ما سبتها ارتاحت كده من السخونة بتاعت الشربات بتاعتها. هبتدي اقطعها معاكم. ماما هقطع السكين. عياله تلموا عليا بجد. بصوا بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، دايبه كده وطريه. بصوا بجد خطيره، وسمكها ولا هو عالي ولا واطي، سمكها مظبوط. شايفين؟ بصوا الجمال بجد خطيره. بصوا من تحت دايبه ومستويه ازاي. دي شكلها البسبوسه.